كوكو البنات، السلام عليكم. اليوم غندير لكم برياني هندي. كيف ما كتشوفوا معايا هذا راه ما لقيتش بهارات البرياني، درت بهارات المندي، ولكن الطريقه غتكون حتى ديال البرياني الهندي. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنا جوج فخوطه تاع الدجاج، غندير عليهم هادو للتزيين، غندير عليهم هذا الريب اللي هو دانون السوس مع ثومه غنحطها او تطحنيها مع هاد البهارات، يعني كلشي الهيل وداك الشيء راه هو كاين هنايا مجموع صافي. وللتزيين غادي نقلي البصله وغندير الكاوكاو اولا اللوز على حسب اختياركم، وبالليمون الحامض. وهذا هذه البنات ما تديوش على راس الصباغه، هذا ماشي زعفران، هذاك العصفر الرخيص البنات راه عادي، هذا العصفر هذا للتزيين من الفوق، وهذه حتى هي الصباغه ديال البرياني كتكون حتى هي من فوق الرز. وخليكم معايا نكمل وشوفوا الطريقه. نحط فيها هاد البصله تقلى مزيان والكاوكاو، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هنا الكاوكاو، وهذا كنقليهم في الزيت، كنخليهم حتى كيتحمروا، هما اول حاجه كنحيدهم عليا وكنحطهم على جنب. هنا غادي نجيب الثومه، بين ما كنخلي البصله كتقلى هنا غنجيب الثومه غنحكها بهذه الطريقه، وبامكاننا نطحنوه الا بغينا نطحنوه. وهنا البنات تنجيب الرايب، كنكتفيو بهذا القدر، وكنجيب البنات بهارات البرياني او بهارات المندي. انا ما لقيتش البرياني كنكتفي بالمندي، وهذا يعني هاد الباكيه راه كتدي لنا 3 المرات حتى لجوج على حسب الكميه شحال عندكم. صافي كنديروا بهذه الطريقه، كنزيد عليها شويه الماء، وكنزل عليه الدجاج. خلاص يفصل. بنات هنا الرز غسلته، وهذا ها هو خليته هنا مرقد، هذا راه ديك الصباغه البنات نزلت هنايا، وهنا الكاوكاو حمرته، وبقى هنايا البصله كتحمر حتى هي، ها نتوما تتولي بحال هذا اللون هذا محمره. هنا الدجاج البنات كنحطوه في الكوكوط، ومن بعد كنديروا الماء ونحاولوا نحطوا الماء في الكوكوط. كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. وكنخليو البنات في الكوكوط يطيب، كنحط الملحه والزيت حتى هو وكنخليه يطيب حتى انا غنوريكم معايا المرحله الاخيره. مع البنات هذاك كيطيب، بين ما البنات هذاك كيطيب الروز كنديروه الملحه والبهارات والزبده، وكنحطوه يتسلق في الماء بارد بحال هكا. كنزيد معلقه ديال الطماطم للدجاج ديال مطيشه. الروز كنخليوه يتسلق 5 دقائق، ومن بعد كنهزوه نصفيوه. وكنزيدو على ديك المرقه، نزيد الكاوكاو والبصله تاع التزيين من الفوق، ومن بعد كنزيد داك شويه العصفر الصفر. وهذه هي طريقه البرياني، وخليكم معايا حتى الاخير. من بعد
كنقص حتى الاخر وكنصد الكوكوط وهي منقوصه. هنا نتوما البنات من بعد غنزيد شويه الزيت وغنسد عليها لواحد 10 دقائق ونعاود نحلل. ها هو بهذه الطريقه كيجي البنات. والدجاج تبارك الله هانتوما راه كيجي يا سلام مع هذا بالصحه والراحه.